السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنجرب نعمل مع بعض الجبنة القريش في البيت، ونشوف اذا كانت هتبقى يعني بنفس تكلفة الجبنة اللي بنجيبها من بره، ولا اللي في البيت هتبقى اوفر، وكمان مع فرق ان هي هتبقى حاجة مضمونة للولاد احنا عاملينها في البيت. انا جبت حله ستانلس، سخنتها قوي على النار، وكنت مولعه كمان الفرن. هفضي اللبن في الحله، واللبن يكون من عند لبان، ما يكونش لبن معلب لانه مش هيدينا جبنه خالص. فضيت بقى اللبن وهغطيه واحطه في الفرن. هسيبه بقى لحد تاني يوم اخر النهار. انا كان معايا بقى عندي شويه خيار كده، قلت اخللهم. انا بخلي الخيار ده اللي هو التخليل السريع، عشان بناكل منه على طول يعني. الخيار ده ممكن بعد 3 ساعات مثلا او 4 ساعات بالكتير قوي تاكليه. ولو مستعجله كمان ممكن يعني ممكن يتاكل على طول، لانه بيتخلل بميه سخنه. تمام. انا غليت الميه، حطيت الخيار في العلبه البلاستيك اللي انا يعني هخلل فيها. وطبعا الميه دي يعني مش بتغلي قوي، انا كنت مسخناها غليتها وسبتها شويه تستهدى كده يعني. لكل كوباية مية عليها معلقة ملح كبيرة، وحطيت عليهم كمان معلقتين أو 3 سكر. السكر بيحافظ على قرمشة الخيار. هحط كمان فلفل دخل، وبعدين حطيت فلفل حامي ومقطعاه كده صغير، وحطيت معلقة توم مفرومة. هحطهم بقى على الخيار، وكده الخيار تمام اتخلل. وزي ما قلت لكم ممكن على يعني ساعتين كده بالكتير قوي يتاكل ويبقى اتخلل وزي الفل. وده طبعا اسمه التخليل السريع. هتغطيه بقى وتحطيه بره، لما يستوي خلاص بتحطيه في التلاجة وتستعمليه. تاني يوم بقى جبت الجبنة. طلعت اللبن، لقيت اللبن خلاص بقى جبنة كده ومسك. هلم بقى القشطة من عليه، بتبقى عليه طبقة قشطة كده، يعني بتبقى طعمها حلو قوي، لانها بتبقى زي القشطة بتاعت البلد، اللي هي متاخدة من اللبن قبل يعني قبل الغلي، بيبقى اللبن لسه ما اتغليش. آه، هلمها بقى كويس قوي، وهرش بقى رشة ملح. طبعا لو انتوا عايزين الجبنة تكون دلع خالص مش هترشوا ملح ولا حاجة، لكن انا بحب الجبنة تبقى فيها يعني سنة كده ملوحة. فحطيت رشة ملح وقلبتها. جيب بقى مصفى وهجيب شاشة، وابتدي اصب بقى ايه اللبن او الجبنة بقى فيها، وهمسكها كده ضمها على بعضها، وابتدي بقى ايه احاول ان انا اصفي المية كده. المية دي ما برميهاش يا جماعة، المية دي انا بعمل بيها معجنات، بعجن بيها قرص، بعجن بيها حاجات كتير حلوة جدا وبتديلها طعم. هسيبها بقى كده واحط عليها اي حاجة لحد الصبح. بصوا شفتوا اصلا الجبنة كانت قد ايه، ودلوقتي بقى بقت قد ايه. نزلت طبعا مية كتير. عملت لها كده شرط بالشوكة يعني عشان تدي شكل الجبنة القريش، شكل الحصيرة. بس هي مش يعني عادي، بس بجد الجبنة طعمها حلو قوي. حساها ان هي كده بخيرها. وعجبت الولاد جدا. هما دول اللي طلعوهم 2 كيلو لبن، وطلعوا طبق قشطة كده يعني حلو. انا بالنسبة لي هي ممكن تكون يعني مش موفرة قوي، لو ال2 كيلو لبن ب30 جنيه. فطلعت الجبنة دي وطلعت طبق القشطة، بس احنا ضامنينها وعارفين هي شكلها ايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.